ده قوام البشاميل المظبوط. اقولك الطريقة اللي دايما بعملها وبتنجح. الاول احفظي الفيديو واعملي متابعة علشان ترجعيله وقت ما تعملي. بحط 3 معالق كبار سمنة او زبدة على نار متوسطة. المهم النار ما تكونش عالية علشان الطعم ما يتغيرش. بنزل ب5 معالق كبار دقيق وافضل اقلب لحد ما ريحته تتغير، بس من غير ما لونه يغمق. الخطوة دي مهمة علشان نشيل طعم الدقيق الني. اللبن لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة او دافي شوية. لو نزل ساقع على الخليط هيعمل تكتلات. واول ما اللبن ينزل امسك المضرب اليدوي على طول وما بطلش تقليب. اول دقيقة تقليب هي اهم مرحلة. كل ما قلبتي كويس في البداية القوام هيطلع انعم. نضيف ملح ورشة فلفل اسود حسب الرغبة. لما يبدأ يتقل احط رشة صغيرة 7 بهارات بتدي طعم اعمق من غير ما تبقى واضحة قوي. وافضل اقلب كمان دقيقة علشان الطعم يدخل في بعض ويبقى القوام متجانس. القوام الصح يكون كريمي وناعم بالشكل ده، ينزل بسلاسة، لا خفيف قوي ولا تقيل زيادة. لو تقيل زودي رشة لبن وقلبي، ولو خفيف سيبيه نص دقيقة كمان على النار. نار متوسطة، لبن دافي، ومضرب يدوي من أول ما اللبن ينزل. كده البشاميل هينجح معاكي كل مرة. وما تنسيش اللايك والفولو.